الرحلة دي قعدت في الجو 35 سنة عشان تتسجل كأطول رحلة في التاريخ. السلام عليكم. قصتنا حصلت 1954 لما خرجت الرحلة 513 سنتياغو من مطار في ألمانيا، وكان عليها 92 شخص منهم 4 من طاقم القيادة. خرجت الرحلة كالعادة، ولكن وهي بتمر فوق منطقة فوق المحيط الأطلسي وبدون سابق إنذار الطيارة اختفت. قطعت كل الاتصالات عن الطيارة وفشلوا حتى في إنهم يلاقوا حطام ليها. لحد هنا الموضوع عادي، بس اللي مش عادي إن في يوم من أيام 1989 وفي مطار في البرازيل اتفاجئوا بظهور طيارة من العدم وهبوطها في المطار بدون أي سابق إنذار، واللي كانت بتحمل نفس الرقم وهو رقم 513. جرت قوات الأمن عشان تفتش الطيارة، وهنا كانت الصدمة